السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الأكاديمية المصرية للدراسات المتطورة. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله بإذن الله هناخده مع بعض المحاضرة الأخيرة، هنراجع فيها ونحاول نلم المنهج كله مع بعض. اوكي؟ هناخدوا المراجعة دي ازاي؟ هتبقى عبارة عن الأسئلة ونحل سؤال سؤال، والسؤال اللي هحله هشرح لك أنا ليه اخترت الإجابة دي. يبقى من هنا احنا ان شاء الله بإذن الله هنحل كل أسئلتنا اللي معانا في المراجعة النهائية. ثانيا هيبقى احنا كده راجعنا على المنهج كله مع بعضه. خلاص اوكي؟ نبدا مع بعض في اول سؤال عندنا. اول سؤال عندك بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا ادى زياده سعر التفاح بنسبه 50% الى انخفاض الكميه المطلوبه بنفس النسبه 50%. يعني زي ما انت شايف ان سعر السلعه زاد ب 50% والكميه عندي قلت بنفس النسبه 50%. يبقى في الحاله دي الطلب عندي هيكون ايه؟ متكافئ المرونه ولا غير مرن ولا عديم المرونه ولا مرن؟ الاختيار بتاعنا هيكون متكافئ المرونه. تعالوا نشوف شويه كده مع بعض المرونات هفكرك بيها. لو تفتكر احنا اخدنا المرونات، اخدنا م ط لو هي اكبر من الواحد. قلت لك لو م ط يعني مرونه الطلب لو هي عندي اكبر من الواحد يبقى عندي هنا الطلب ايه؟ مرن. خلاص؟ اما لو م ط كانت اقل من الواحد يبقى في الحاله دي الطلب ماله؟ الطلب غير مرن. خلاص؟ او قليل المرونه. لو لقيته كاتب لك كده اوكي، لو لقيته كاتب لك كده اوكي مفيش مشكله خالص. خلاص؟ امال لو م ط بتساوي واحد، لو م ط بتساوي واحد يبقى عندي هنا المرونه بتاعتي متكافئ المرونه. يبقى متكافئ المرونه. يبقى خلي بالك انا بشوف القيمه اللي طالعه لي، القيمه اللي طالعه لي لو هي اكبر من الواحد يعني مثلا 1.5 2 3 4 يبقى في الحاله دي الطلب عندي مرن. خلاص؟ لو القيمه بتاعتي م ط طالعه لي نص 75%، 8/10، 9/10، كل ده اقل من الواحد يبقى في الحاله دي الطلب غير مرن. خلاص؟ طب لو م ط طالعه لي بواحد، واحد صحيح، يبقى في الحاله دي الطلب ايه؟ متكافئ المرونه. طب لو م ط بتساوي صفر، لو بتساوي صفر يبقى هنا في عندي المرونه عباره عن ايه؟ طلب عديم المرونه. طلب عديم المرونه. دي المرونات بتاعتي، اديني فكرتك ايه بيها، لان ضروري هتلاقي عندك سؤال في الامتحان عن المرونه بتاعتي، انك تحسبها اولا، وثانيا انك تقول لي نوع المرونه ايه؟ متكافئ ولا مرن ولا ايه ظروفه بالظبط. خلاص؟ يبقى ده ايه؟ اول سؤال عندنا. السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ اي مما يلي لا يعتبر من خصائص منحنيات السواء. اول حاجه الاختيار بتاعي، اول حاجه الف ذات ميل موجب، ولا ب محدبه ناحيه نقطه الاصل، ولا لا تتقاطع، ولا كل منحنى يعبر عن مستويات مختلفه من المنافع. بيقول لك ايه السؤال؟ ركز كده في السؤال. بيقول لك لا يعتبر من الخصائص، لا يعتبر من الخصائص يعني انا مش عايزاها من ضمن الخصائص. خلاص؟ يبقى في الحاله دي اللي هو عندي ما يعتبرش من خصائص منحنيات السواء هو ايه؟ ان هي ذات ميل موجب. لان لو جينا بصينا على خصائص منحنيات السواء هلاقي ايه؟ ان هي سالبه الميل، ان هي لا تتقاطع، ان هي تنحدر من اعلى اليسار الى اسفل ايه؟ اليمين. خلاص؟ يبقى دي الخصائص ايه بتاعتها. وانا هنا بقول لك في السؤال لا يعتبر من الخصائص، يبقى اختار الاجابه الف اللي هي ذات ميل ايه؟ ذات ميل موجب. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ الانتقال من منحنى سواء الى منحنى سواء اعلى يشير الى زياده مستوى الاشباع، ولا نفس القدر من مستوى الاشباع، ولا مستويات متناقصه من الاشباع، ولا مستويات مختلفه من الاشباع. حضرتك هتختار ايه؟ هتختار طبعا زياده مستوى الاشباع. لو تفتكر لما كنا واخدين منحنيات ايه؟ منحنيات السواء. تعالى افكرك بيها بسرعه كده. منحنيات السواء لو انت فاكر كنا بنرسمها كده، وكذا منحنى سواء عندك، كذا منحنى سواء. قلنا لو ده 1 وده 2 وده 3، قلت لك ان 1 بيديني اعلى مستوى اشباع. منحنى السواء رقم 1 ده بيديني اعلى مستوى اشباع، بيديني اعلى مستوى اشباع من رقم 2، يعني رقم 2 بيديني مستوى اشباع اقل من 1، و3 بيديني مستوى اشباع اقل من 2 ومن 1. خلاص؟ يبقى كل ما بنزل لتحت بيديني مستويات اشباع ايه؟ اقل، وكل ما بطلع لفوق بيديني مستويات اشباع ايه؟ مستويات اشباع اكتر. يبقى دي منحنيات ايه؟ منحنيات السواء. وزي ما انت شايف منحنى السواء عامل ازاي؟ بينحدر من اعلى لاسفل، سالب الميل، لا تتقاطع. دي الخصائص بتاعتها لازم حضرتك تكون فاكرها كويس جدا.
لا تتقاطع، تنحدر من اعلى الى اسفل، سالبه الميل. خلاص دي ايه؟ دي الخصائص بتاعت منحنيات السواء. طيب السؤال اللي بعده كده بيقول لي ايه؟ اي من العبارات التاليه تعبر عن قانون العرض؟ خلي بالك ان انا عندي قانون عرض، عندي قانون طلب، ده غير ده. انا هنا بقول لك ايه؟ قانون ايه؟ قانون العرض. ماشي؟ بقول لك هل هناك علاقه عكسيه بين السعر والكميه المعروضه؟ ولا هناك علاقه طرديه ما بين السعر والكميه المعروضه؟ ولا هناك علاقه طرديه بين السعر والكميه المطلوبه؟ ولا هناك علاقه عكسيه بين السعر والكميه المطلوبه؟ طبعا طالما انا بتكلم على عرض يبقى اكيد هختار الاجابه اللي فيها كلمه ايه؟ كلمه عرض، المعروضه. صح ولا غلط؟ يبقى هختار رقم ب اللي هي هناك علاقه طرديه ما بين السعر والكميه الايه؟ المعروضه. ماشي؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ يتحقق توازن العرض والطلب اذا: 1. تساوى الثمن مع الكميه، ولا وجد عجز ولكن لم يوجد فائض، ولا لو تساوت الكميه المطلوبه مع الكميه المعروضه، ولا كل ما سبق. طبعا انا قلت لك التوازن بيحصل امتى؟ لما الكميه المطلوبه بتكون قد الكميه المعروضه. كويس؟ لو انا عارضه 100 وحده يبقى فعلا في 100 واحد هيجي يطلب مني ال 100 وحده دول، يبقى كده المطلوب قد المعروض، مفيش عندي فائض، مفيش عندي زياده. خلاص؟ لا في فائض عرض ولا في فائض طلب، المطلوب قد المعروض. يبقى في الحاله دي انا واصله لنقطه ايه؟ نقطه التوازن في السوق. خلاص؟ طيب من خصائص النظام الرأسمالي: التخطيط المركزي، ولا الملكيه العامه لموارد الانتاج، ولا الحريه الاقتصاديه والملكيه الفرديه، ولا اهميه دافع تحقيق المصلحه العامه؟ طبعا النظام الرأسمالي على طول اول ما تلاقي كلمه نظام رأسمالي حضرتك بتروح تدور على كلمه حريات. خلاص؟ لان انا قلت لك النظام الرأسمالي هو النظام القائم على الحريات: حريه استهلاك، حريه ادخار، حريه استثمار. كويس؟ حريه استخدام موارد اقتصاديه موجوده عندي حريه في كل حاجه انا بعملها. خلاص؟ وكان دي برضو من ضمن ايه؟ المساوئ بتاعه النظام الرأسمالي، ان الحريات دي في الاخر ما ودتناش ايه؟ لان الكل حس بالاشباع او الكل حس بالرفاهيه المطلوبه. خلاص؟ لا، كان في فئه افضل من فئه بكتير. خلاص؟ فبالتالي اول ما تلاقي كلمه حريات يبقى تعرف ان احنا بنتكلم عن نظام رأسمالي. خلاص؟ يبقى الاختيار بتاعي هيكون ايه؟ هيكون طبعا الحريه الاقتصاديه والملكيه الفرديه. خلاص؟ الحريه الاقتصاديه والملكيه الفرديه. طيب من خصائص النظام الاشتراكي: خلي بالك النظام الاشتراكي هو عكس النظام الرأسمالي، الرأسمالي قايم على الحريات، يبقى اكيد الاشتراكي قايم على ايه؟ على تقييد الحريه. من خصائص النظام الاشتراكي: التخطيط المركزي، ولا الملكيه الخاصه لموارد الانتاج، ولا الحريه الاقتصاديه والملكيه الفرديه، ولا اهميه دافع تحقيق مصلحه خاصه. طبعا مصلحه خاصه اكيد يبقى انا بتكلم عن نظام رأسمالي. حريه زي ما قلت لك نظام رأسمالي. ملكيه خاصه يعني واحد ليه حاجه ملكيته هو، فبالتالي بتكلم برضو عن نظام رأسمالي. لا، النظام الاشتراكي هو اللي بيتكلم عن ان الدوله هي اللي بتخطط كل شيء، هي المسؤوله عن كل شيء، هي اللي صاحبه الشركات وصاحبه المشاريع وصاحبه المصانع، والشعب كله او الجمهور كله بيشتغل عند الدوله. كويس؟ فبالتالي التخطيط هيكون تخطيط ايه؟ هيكون تخطيط مركزي. يبقى من خصائص النظام الاشتراكي ان يكون عندي ايه؟ التخطيط مركزي، اللي هو الاختيار رقم ألف. خلاص؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ يوضح كافة المجموعات المختلفة من السلع التي تعطي للمستهلك نفس المقدار من المنفعة على المنحنى اللي هو منحنيات السواء، والتي من خصائصها الآتي: 1. لا تتقاطع. ب. تنحدر من أعلى لأسفل باتجاه اليمين. ج. محدبة باتجاه نقطة الأصل. هو عندك هنا في المذكرة على ما أعتقد إن هو كاتب لك هنا مقعرة باتجاه نقطة الأصل، فيا ريت حضرتك تصلحها وتكتبها محدبة باتجاه نقطة الأصل. د. جميع ما سبق. الاختيار بتاعي طبعا هيكون إيه؟ اختيار جميع ما سبق، لأن أنا لسه قايلة لك إن منحنيات السواء أهي لا تتقاطع، بتنحدر من أعلى إلى أسفل باتجاه اليمين. كويس؟ النقطة اللي أنا كنت لسه ما قلتها لكش في الخصائص إن هي محدبة باتجاه إيه؟ باتجاه نقطة الأصل، إن هي محدبة باتجاه نقطة الأصل. خليك فاكر، بص الجزء ده كده يعني الناحية دي كده اسمها محدبة، من هنا كده تبقى محدبة، لكن من هنا لما تبص لها كده من الحتة اللي هي غويطة كده دي اسمها مقعرة. اوكي؟ فانت بتبص للمنحنيات السواء تبص تلاقيها محدبه باتجاه مين؟ باتجاه نقطه الاصل، محدبه باتجاه نقطه الاصل. خلاص؟ فبالتالي طبعا يبقى ايه؟ يبقى الاختيار بتاعي جميع ما سبق. عندما تساوي المنفعه الحديه، عندما تساوي المنفعه الحديه صفر
فإن المنفعة الكلية تكون إيه؟ ألف أقصى ما يمكن، ولا ب أقل ما يمكن، ولا تكون سالبة، ولا بتكون صفر. خلي بالك إن المنفعة الكلية عندي لما بتوصل لأقصى قيمة المنفعة الحدية بتاعتي بتساوي صفر. لما دي بتبقى في أقصى قيمة ليها المنفعة الكلية، لما تبقى في أقصى قيمة ليها المنفعة الحدية بتاعتي بتساوي إيه؟ بتساوي صفر. طيب بعد كده بعد ما بنوصل بقى ان المنفعه الحديه بتاعتي بتساوي صفر والمنفعه الكليه بتبقى في اقصى قيمه، ببص الاقي ايه؟ المنفعه الحديه بقى بتبدا تاخد قيم سالبه بعد كده. خلاص؟ طبعا انتوا ايه، طبعا الكلام ده كله كنا شرحناه باستفاضه في الايه، في المحاضرات بتاعتنا. بس المهم اللي انت المفروض ان انت تكون دلوقتي عارفه او مستخلصه بالموضوع، ان خلي بالك ان المنفعه الكليه لما بتوصل لاقصى قيمه ليها المنفعه الحديه بتاعتي بتكون ايه؟ بتكون بتساوي صفر، بتساوي صفر. خلاص؟ يبقى عندما تساوي المنفعه الحديه صفر فان المنفعه الكليه بتكون ايه؟ نختار الاختيار الف اللي هو اقصى ما يمكن، اقصى ما يمكن. في سوق المنافسه الكامله بلاقي عندي الف عدد كبير من البائعين ومشتري واحد او اتنين، ولا بائع واحد بيحدد السعر والاخرين يتبعونه، ولا عندي مشترين كثيرين وبائع واحد او اثنين، ولا عندي عدد كبير من كل من المشترين والبائعين. طبعا سوق المنافسه الكامله هو من اسمه كده منافسه كامله، يعني في عندي منافسه كتير. يعني لو ما لقيتش ده بيبيع بالسعر اللي عاجبني هشتري من اللي بعده، هشتري من اللي بعده، هشتري من اللي بعده. يعني عندي عدد كبير من ايه؟ من البائعين، وعندي برضو عدد كبير من المشترين. يعني حضرتك وانت نازل تجيب مخازن البيت بتاعك ممكن بتروح فتح الله، ممكن بتروح كازيون، ممكن بتروح جمله ماركت، ممكن بتروح كارفور، اللي انت عايزه بتروح. كويس؟ محدش بيجبرك على انك تروح مكان معين، وكل دول عارضين لنفس السلعه، فبالتالي كل دول يعتبروا منافسين ايه؟ منافسين لبعض. وحضرتك طبعا وحضرتك واسرتك واسره غيرك وغيرك وغيرك بينزلوا يشتروا نفس المتطلبات. فبالتالي السوق عندي سوق منافسه كامله، عندي عدد كبير جدا من المشترين، عندي عدد كبير جدا من ايه؟ من البائعين. خلاص؟ طيب بيقول لك ايه السؤال اللي بعده؟ اذا ادت زياده سعر السلعه اكس الى انخفاض الكميه المطلوبه من السلعه واي، كان ذلك دليل على ان السلعتين ايه؟ هل بديلتين في الانتاج، ولا متكاملتين في الاستهلاك، ولا بديلتين في الاستهلاك، ولا بديلتين في الانتاج. طيب تعالوا نشوف كده هما السلعتين سلعه ايه؟ سلعه اسمها اكس وسلعه اسمها واي. كويس؟ السلعه بتاعتي اكس عندي سلعه اسمها اكس، ولتكن مثلا سلعه اكس دي هي عباره عن ايه؟ بنزين. والسلعه الثانيه واي. واي دي هنقول اللي هي السيارات. خلاص؟ سعر البنزين شايفاه ايه؟ ان هو كل يوم في الزياده، كل يوم بيطلع. خلاص؟ فبالتالي دلوقتي انا لما اجي اقول لك مثلا ايه؟ ما تيجي تشتري عربيه، هتقول لي ايه؟ يعني سيدي اشتري عربيه ايه بس؟ ده البنزين كل يوم في الطالع، ده البنزين كل يوم سعره بيزيد. خلاص؟ فبالتالي نتيجه زياده سعر البنزين اللي هو اكس قل الطلب على مين؟ على العربيات اللي هي واي. يبقى العلاقه ما بين السلعتين دول علاقه ان هما سلعتين مالهم؟ ان هما سلعتين مكملتين لبعض. ان السلعتين بيكملوا بعض في الاستهلاك. يعني انا اقدر اجيب عربيه وامشيها من غير بنزين؟ لا طبعا ما اقدرش اجيب عربيه وامشيها من غير بنزين. هجيب جركن بنزين واركنه وما اجيبش عربيه؟ لا طبعا عمري ما اجيب جركن بنزين واركنه وما اجيبش عربيه. خلاص؟ يبقى السلعتين لازم يكونوا ايه؟ الاثنين مكملتين لبعض. فعشان كده ما سعر البنزين زاد الطلب على العربيات ماله؟ قل. خلاص كده؟ طيب يبقى الاختيار بتاعنا اللي هو الاختيار ب متكاملتين في ايه؟ في الاستهلاك. هنا بيقول لك ايه السؤال اللي بعده؟ اذا زاد سعر السلعه س من 5 جنيه الى 6 جنيه. كويس؟ ومن ثم قل الطلب على السلعه من 100 وحده الى 80 وحده. فاوجد ايه؟ فاوجد مرونه الطلب. طيب مرونه الطلب احنا كنا بنجيبها ازاي بقى مرونه الطلب؟ مرونه الطلب كانت بتساوي الاتي. مرونه الطلب بتساوي كاف 2 ناقص كاف 1 على س 2 ناقص س 1 في كام؟ س 1 على كاف 1. خلاص؟ ماشي؟ طيب انا عندي السعر كان كام الاول؟ كان 5 جنيه. خلاص؟ يبقى عندي كاف 1 بتساوي كام؟ 5 جنيه. خلاص؟ كاف 2 بتساوي كام؟ سوري ده س 1. معلش انا اسفه. كاف 1 بتساوي كام؟ كاف 1 كانت 100 وحده، كنت بجيب قد ايه؟ كنت بجيب 100 وحده في البدايه. خلاص؟ لما السعر زاد عندي بقيته كام؟ بقوا 80 وحده. يبقى دول كاف 1 وكاف 2. طب س بقى 1 اللي هو السعر الاولاني كان كام؟ كان 5 جنيه. س 2 كان كام؟ كان 6 جنيه. خلاص؟ يبقى كده عندي س 1 ب5، س 2 بكام؟ ب6. كاف 1 اللي هي الكميه الاساسيه بتاعتي كانت بكام؟ كانت 100 وحده. كاف 2 بقت كام؟ بقت 80 وحده. طب تعالى نعوض بقى عندي في القانون.
م ط بتساوي ايه؟ كاف 2 اللي هي 80 ناقص 100 على كام؟ وعلامة السالب على فكرة بتتجاهلها تماما وتشتغل عادي، وعلامة السالب لازم هتطلع لك علامة السالب. ليه علامة السالب لازم تطلع؟ لأن العلاقة في قانون الطلب علاقة ايه؟ علاقة عكسية. خلاص؟ س 2 اللي هم 6 ناقص 5. خلاص؟ في السعر بتاعي اللي هو س 1 س 1 بكام؟ ب5، وكاف 1 اللي هي كاف 1 بكام؟ اللي هي ب100. خلاص؟ طب تعالى نحل كده المسألة دي. لو على 5 يبقى على 5 فعل 1 وعلى ال5 فعل كام؟ فعل 20. خلاص؟ هنا 80 ناقص 100 هيديني كام؟ سالب 20 زي ما قلت لك، بس خلينا دلوقتي نعملها 20. و6 ناقص 5 هيدينا 1، يبقى 20 على 1 في 1 على 20 هتساوي، هنطير ده مع ده وهنطير ده مع ده، هيبقى الناتج عندي في الاخر هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 1 صحيح. 1 صحيح. خلاص؟ يبقى الاجابه بتاعتي هتساوي ايه؟ هتساوي الواحد الصحيح اللي هو رقم د. طيب بيقول لك من بيانات المثال السابق، من بيانات المثال ده، خلاص، من البيانات اللي انا حليت فيها المثال ده، يعتبر مرونه الطلب عندي ايه؟ متكافئ المرونه ولا طلب مرن ولا غير مرن ولا عديم المرونه؟ قلت لك طبعا في اللي انا لسه شارحه لك من قبل كده، قلت لك لما بيساوي 1 يبقى الطلب ايه؟ متكافئ المرونه، يبقى متكافئ المرونه. الله ينور عليك اللي بتقول متكافئ ايه؟ المرونه. على فكره نصيحه ليك وانت بتسمع معايا الفيديو ده، وقف الاجابات وقول انت الاجابه وشوف انا هقول نفس الاجابه ولا مش نفس الاجابه، وهتبقى انت ايه؟ استفدت في الحاله دي. خلاص؟ السبب في اختلاف منحنى امكانيه الانتاج من مجتمع لاخر، هل درجه التقدم الاقتصادي ولا اهميه الادخار ولا مدى تدخل الحكومه في النشاط الاقتصادي؟ عندك د يا ريت تصححها وتكتبها جميع ما سبق. هنختار ايه في الاجابه دي؟ هنختار الاجابه اللي هي د اللي هي جميع ما سبق، لان منحنى امكانيه الانتاج بيختلف من مجتمع لمجتمع بناء على ايه؟ بناء على درجه التقدم الاقتصادي، درجه الرفاهيه الاقتصاديه، مدى تدخل الحكومه في النشاط الاقتصادي، اهميه الادخار في المجتمع ده ايه؟ المجتمع ده بيصرف قد ايه على التكنولوجيا وبيصرف قد ايه على التقدم العلمي والبحث العلمي، كل ده بيأثر في منحنى ايه؟ في منحنى امكانيه الانتاج. خلاص؟ وهنختار زي ما قلت لك د اللي هي جميع ما سبق. منحنى إمكانية الإنتاج ذو ميل سالب وذلك بسبب. منحنى إمكانية الإنتاج لو أنتوا فاكرينه لما رسمناه قلت لك إن هو إيه؟ سالب الميل، برضو خلي بالك منحنى إمكانية الإنتاج كان سالب الميل. طيب معنى كلمة سالب الميل دي معناها إيه؟ معناها الآتي، تعالى أقول لك معناها إيه. آدي منحنى إمكانية الإنتاج لو إحنا فاكرينه. ادي منحنى ايه؟ امكانيه الانتاج لو احنا فاكرينه. فاكر الخصائص بتاعته ولا مش فاكر الخصائص بتاعته؟ لان الخصائص بتاعته برضو مهمه. ان هو سالب الميل، كويس؟ ان هو كان مقعر، خلي بالك ان هو مقعر اتجاه نقطه الاصل ومحدب باتجاه ايه؟ اليمين، ماشي؟ محدب اتجاه اليمين ومقعر اتجاه نقطه الاصل، ان هو سالب الميل. طب معنى كلمه سالب الميل ان انا قلت لك ايه؟ ان انا كان عندي السلعه س والسلعه ص. قلت لك لما انا بحاول ازود من السلعه س لازم بنقص من السلعه ص. كل ما ازود من السلعه س او من السلعه س بنقص من السلعه ص، لو بزود من ص بنقص من س، يعني لازم بنقص من سلعه مقابل ان انا ازود سلعه. طيب خلاص كده يا حبايبي، يبقى احنا كده ايه؟ ده كان منحنى ايه؟ امكانيه الانتاج، ان انا بقول لك سالب الميل، ان انا لازم لما بزود من السلعه س بيكون على حساب ص، ولو انا عايزه ازود من ص بيبقى على حساب س، عشان كده هو سالب الميل. يبقى لما اجي اشوف الاختيارات اللي عندي بيقول لي ايه؟ يبقى المنحنى امكانيه الانتاج منحنى ذو ميل سالب بسبب: واحد، ضروره التنازل عن السلعه س مقابل زياده السلعه ص، ولا ضروره زياده السلعه س والسلعه ص معا، ولا ضروره تقليل السلعه س والسلعه ص معا، ولا لا شيء مما سبق. يبقى طبعا الاختيار بتاعي الاختيار رقم ايه؟ الف، هو ده الاختيار الصحيح. من اهم خصائص النظام الرأسمالي توافر شروط المنافسه الكامله، ولا توافر شروط الاحتكار القله، ولا تعدد البائعين والمشترين في السوق، ولا د اللي هي الف وجيم معا. طبعا الاختيار بتاعنا هيكون د اللي هو الف وجيم معا، اللي هو فيه عندي في النظام الرأسمالي عندي شروط منافسه كامله، وشروط المنافسه الكامله يعني معناها ان عدد كبير من البائعين والمشترين موجودين عندي فين؟ في السوق. يبقى في الحاله دي الاجابه بتاعتي د اللي هي الف وجيم معا. من الاسباب التي تبرر الملكيه الجماعيه في النظام الاشتراكي، يعني ايه السبب ان يخلي عندي الملكيه بقت ملكيه جماعيه في النظام الاشتراكي؟ هل منع استغلال الانسان لاخيه الانسان، ولا ايجاد نوع
ماشي يا جماعه. السؤال بتاعنا اللي احنا كنا واقفين عنده اللي هو كان بيقول ايه؟ من الاسباب التي تبرر الملكيه الجماعيه في النظام الاشتراكي، هل منع استغلال الانسان لاخيه الانسان، ولا ايجاد نوع من التعاون بين الافراد، ولا تكافؤ الفرص امام جميع الافراد، ولا جميع ما سبق؟ طبعا هيكون ايه جميع ما سبق، لان النظام الاشتراكي قايم على انه ايه؟ عايز يخلي في عداله ما بين كل الناس وبعضها، ان كل الناس تبقى زي بعض، كل الناس تاخد مرتبات زي بعضها، ان كل الناس تبقى مساهمه في الشغل، كل الناس مساهمه في الارباح، كويس. فبالتالي طبعا هو بيحاول ان هو ايه؟ يمنع ان في فئه يبقى هي صاحبه راس المال وهي صاحبه الشغل والفئات الثانيه تبقى شغاله عندها، فبالتالي هو بيمنع استغلال الانسان لاخيه الانسان، كويس. عايز يلاقي شيء من التعاون ما بين الناس وبعضها، كويس. عايز بيوفق الفرص قدام الجميع، كل الناس الفرص قدامها واحده، ما فيش حد قدامه فرصه والتاني ما قداموش فرصه، لا الفرص قدام الجميع. فبالتالي يبقى الاختيار بتاعنا اللي هو ايه؟ اللي هو جميع ما سبق. ده النظام ايه؟ النظام الاشتراكي. خلاص. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك من ابرز الدول التي تتبع النظام الاقتصادي المختلط. عندي دولتين هما اللي بيتبعوا النظام الاقتصادي المختلط، الدولتين دول اللي هما مين؟ اللي هما اليابان واللي هما المانيا. انا عندي هنا في الاختيارات موجود مين؟ الولايات المتحده الامريكيه، هولندا، الصين، اليابان. يبقى انا هختار مين؟ هختار اليابان. الدولتين اللي بيمثلوا لي النظام المختلط خليك فاكرهم اللي هم اليابان ومين؟ والمانيا. خلاص ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك قانون العرض ينص على وجود علاقه نقط بين السعر والكميه المعروضه. طبعا علاقه طرديه، خليك فاكر ان قانون العرض علاقه طرديه، قانون العرض علاقه طرديه، اما قانون الطلب علاقه عكسيه، قانون الطلب علاقه عكسيه. خلاص عشان ما ننساش، لان دي نقط اساسيه وثوابت. بيقول لك اذا رغب المستهلك في استهلاك اكثر من سلعه فان توازنه يتحقق عند توافر الاتي: ان مجموع الانفاق الكلي على السلع اكبر من الدخل، ولا مجموع الانفاق الكلي على السلع اقل من الدخل، ولا مجموع الانفاق الكلي على السلع بيساوي الدخل، ولا لا شيء مما سبق. طبعا التوازن بتاع المستهلك بيتحقق امتى؟ بيتحقق لما يكون الانفاق الكلي له بيساوي الدخل، لما يكون انفاقه بيساوي الدخل. خلي بالك ان احنا في النظريه التقليديه اخذنا التوازن بتاع المستهلك، قلت لك في المرحله الاولى لو هو بيستهلك سلعه واحده بس، فبالتالي المنفعه بتاع التوازن بتاعه يتحدد امتى؟ لما سعر السلعه بيساوي المنفعه الحديه. لما سعر السلعه بيساوي المنفعه الحديه يبقى هيحصل هنا ايه؟ التوازن بتاع المستهلك. يبقى خليك فاكر التوازن بتاع المستهلك توازن المستهلك بيتم امتى؟ لما سعر السلعه بيساوي المنفعه الحديه للسلعه. خلاص؟ ده في حاله ان المستهلك بتاعي ماله بيستهلك سلعه واحده بس. طب لو المستهلك بتاعي بيستهلك سلعتين، يبقى في الحاله دي التوازن المستهلك هيتم امتى؟ توازن المستهلك هيتم في الاتي: لما المنفعه الحديه للسلعه الاولى على سعر السلعه الاولى بيساوي المنفعه الحديه، ميم ح دي يعني منفعه حديه للسلعه الثانيه على سعر السلعه الثانيه. خلاص ماشي. طيب وبيحصل امتى تاني التوازن بتاع المستهلك؟ لما بيستخدم سلعتين، لما مجموع الانفاق على السلع بيساوي ايه؟ بيساوي معدل الدخل للمستهلك، بيساوي الدخل بتاع ايه؟ بتاع المستهلك. يبقى ده التوازن بتاع مين؟ بتاع المستهلك بتاعي. التوازن حسب النظريه التقليديه بيتحقق في ايه؟ في حالتين. الحاله الاولى لو هو بيستهلك سلعه واحده بس، لو بيستهلك سلعه واحده بس خلاص يا جماعه، يبقى ايه؟ ده حالات ايه؟ التوازن بتاعت ايه؟ المستهلك. خلاص. واللي عنده حته مثلا واقعه او مش فاكرها يرجع تاني للايه؟ للباوربوينت اللي احنا منزلينه على ايه؟ على الجروبات هيلاقيها، او الشرح بتاعنا. خلاص. النوع الثاني من الاسئله بتاعتنا ان شاء الله هيبقى اسئله صح وغلط. اول سؤال بيقول لك ايه؟ ينحدر منحنى الطلب من اعلى اليسار الى اسفل اليمين. منحنى الطلب طبعا بينحدر من اعلى اليسار الى اسفل اليمين، فبالتالي الاجابه بتاعتي اجابه ايه؟ اجابه صحيحه. تعريف روبنز لعلم الاقتصاد هدم ما قبله من تعريف؟ طبعا، لان تعريف روبنز لعلم الاقتصاد كان تعريف اعم واشمل.
كان اعم واشمل التعريف الموجوده عندي، وكان مبني على اركان علم الاقتصاد، فبالتالي يعتبر هو التعريف اللي هدم كل التعريفات اللي كانت ايه سابقه له. خلاص يبقى الاجابه بتاعتي صح. الندرة النسبية للموارد وتعدد الرغبات هما ركن المشكلة الاقتصادية؟ طبعا الندرة النسبية للموارد والرغبات الكتيرة للبني آدم دول ركنين الأهميين في المشكلة الاقتصادية بتاعتي. عندما يبلغ الإنتاج الكلي أعلى مستوى تصبح الإنتاجية الحدية مساوية للصفر. لسه قايله لك إن المنفعة الكلية لما بتوصل لأعلى قيمة المنفعة الحدية بتوصل للصفر. خلاص يبقى الإجابة بتاعتي إيه؟ صح. علم الاقتصاد من العلوم التي لها علاقة بعلم النفس؟ طبعا صح، لأن قلت لك علم النفس بيدرس السلوك الداخلي للبني آدم، لكن علم الاقتصاد بيدرس السلوك الخارجي للبني آدم. خلاص. من خصائص منحنيات السواء انها تتقاطع عند نقطة التوازن؟ طبعا غلط بالعشر، لان انا قلت لك من خصائص منحنيات السواء انها لا تتقاطع، لا تتقاطع. النظام الرأسمالي حقق فعلا المساواة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا جماعة نكمل مع بعضينا إجابات الأسئلة بتاعتنا. أوكي، كنا وصلنا للسؤال اللي هو بيقول النظام الرأسمالي حقق فعلا المساواة بين أطياف المجتمع؟ طبعا السؤال ده غلط، لأن النظام الرأسمالي لا النظام الرأسمالي حقق المساواة ما بين أطياف المجتمع، ولا النظام الاشتراكي برضه حقق المساواة بين أطياف المجتمع. ده كان عليه مساوئ وده كان ليه مساوئ. النظامين كان لهم ايه مساوئ. المختلط الى حد ما بيحاول يتجنب المساوئ اللي في ده والمساوئ ايه اللي في ده. يبقى الاجابه عندي هنا ايه؟ الاجابه عندي غلط. من اهم خصائص النظام الاشتراكي حريه الفرد في الانتاج؟ طبعا غلط. بص يا جماعه، اول ما تلاقي كلمه حريه ادور على طول على النظام الراسمالي، لان الحريه والراسماليه الاثنين ماشيين مع بعض كده من زمان، خلاص مع بعض. اوكي، لكن الاشتراكيه ما تجيش مع حريه. اول ما تلاقي اشتراكيه وتلاقي حريه يبقى انت تعرف ان في ايه في الموضوع غلط، وتقوم على طول عامل ايه غلط. يبقى من خصائص النظام الاشتراكي حريه الفرد في الانتاج؟ لا غلط. خلاص. يتميز النظام المختلط بانها الملكيه لوسائل الانتاج تكون للدوله والجمعيات التعاونيه؟ طبعا غلط. مين في اللي بتكون الملكيه للدوله والجمعيات التعاونيه؟ الكلام ده بيبقى موجود في النظام الاشتراكي فقط. الملكيه بتكون للدوله والجمعيات ايه التعاونيه. يبقى السؤال بتاعنا ايه غلط. من اهم خصائص منحنى السواء انها موجبه الميل؟ طبعا قلت لك على طول تبقى عارف ان منحنيات السواء قلت لك هي بالسين وسالبه الميل بالسين برضو. خلاص. يبقى هنا طالما بيقول لك موجبه الميل يبقى الكلام بتاعنا ايه؟ الكلام ده غلط. تعتبر المانيا من الدول التي تعتمد على النظام الاقتصادي المختلط؟ ايوه، الدول اللي بتعتمد على النظام الاقتصادي المختلط، وعندك دولتين المثال عندك في الكتاب، اليابان ومين؟ والمانيا. الدولتين دول هم المثال بتاعنا لايه؟ للنظام المختلط. امال ايه المثال على النظام الراسمالي؟ طبعا الولايات المتحده الامريكيه. ايه المثال على النظام الاشتراكي؟ الاتحاد السوفيتي سابقا. خلاص، الاتحاد السوفيتي ايه سابقا. تقوم النظريه التقليديه للمنفعه اللي هي تحليل المنفعه الحديه على فكره امكانيه قياس المنفعه عدديا؟ المنفعه الحديه، المنفعه التقليديه، نظريه المنفعه التقليديه فعلا قايمه على فكره ان انا اقدر اقيس المنفعه واديها قيمه عدديه او قيمه رقميه. كلمه رقميه مساويه لكلمه عدديه، لقيت دي ماشي لقيت دي ماشي. يبقى الاجابه بتاعت السؤال ده ايه؟ ان هو صح. عرف الفريد مارشال علم الاقتصاد على انه علم الثروه؟ طبعا غلط. اللي عرف علم الاقتصاد بانه علم الثروه هو امين ادم سميث. ادم سميث. اذا ارتفع سعر الارز فمن المتوقع زياده الطلب على المكرونه؟ طبعا لما بيرتفع سعر الرز على طول بقوم رايحه ايه مكتره من استهلاكي من المكرونه وبقلل من الرز. ليه بقى؟ لان الاثنين سلع بديله لبعضها، الاثنين سلع بدايل لبعض. خلاص. زي برضو الشاي والبن، بتبص تلاقي بقلل استهلاكي شويه للشاي وازود في البن، لما البن سعره يزيد اقلل من البن وازود في الشاي. كويس. فالاثنين سلع تعتبر ايه بدائل لبعضها. تعتبر السلع الرديئه من السلع التي يزيد عليها الطلب مع زياده الدخل؟ طبعا غلط. قلت لك السلع الرديئه هي السلع اللي اول ما حضرتك ربنا بيفتحها عليك وبيزيد دخلك حضرتك بتقوم عطيها ظهرك على طول وتبطل تجيبها. انت في ابسط الامور لو انت نازل في يوم كده وبابا ولا ماما عطيتك مصروف مثلا 100 جنيه، اول حاجه هتفكر فيها ان انت مش هتجيب سندوتشات فول وفلافل وهتروح تجيب سندوتشات همبرجر، صح ولا غلط؟ فبالتالي يعتبر دي سلعه ايه؟ سلعه رديئه. ليه بالنسبه لك دلوقتي سلعه رديئه؟ لان حضرتك ربنا فتحها عليك ومعاك دخل زياده. خلاص. يبقى السلعه الرديئه من السلع التي يقل عليها الطلب لما بيزيد ايه؟ الدخل. خلاص. يبقى الاجابه بتاعت السؤال عندي الاجابه ايه؟ خاطئه. من العوامل المؤثره في عرض السلع دخل المستهلك؟ خد بالك هو بيقول لك هنا ايه؟ عرض السلع وكاتب لك ايه؟ دخل المستهلك.
فطبعا الاثنين دول ما لهمش علاقه ايه ببعض، يبقى الاجابه بتاعتي غلط. وخلي بالك ان انت عندك 4 عناصر اساسيين لازم حضرتك تكون عارفهم قبل ما تدخل الامتحان. ان انا عندي عوامل بتاثر في الطلب، وعوامل بتاثر في مرونه الطلب، ودول غير دول. عندي عوامل بتاثر في العرض، وعوامل بتاثر في مرونه العرض، ودول غير دول. يبقى عندي 4 عوامل مختلفين عن بعض، 2 خاصين بالطلب و2 خاصين بالعرض. خلاص، 2 اللي خاصين بالطلب، واحده بتاثر في الطلب وواحده بتاثر في مرونه الطلب. واللي خاصين بالعرض، واحده بتاثر، عوامل بتاثر في العرض وعوامل بتاثر في مرونه العرض. فيا ريت حضرتك تكون حافظ ال4 دول قبل ما تدخل الامتحان بتاعك. خلاص، يبقى بيقول لك من العوامل اللي هي مؤثره في عرض السلع داخل المستهلك، يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ خطا. نقطه توازن المستهلك تحدث عندما يكون منحنى السواء اعلى من خط الميزانيه. طبعا انا قلت لك ايه؟ قلت لك ان منحنى السواء لازم بيكون فين؟ لازم بيكون في تماس بينه وبين خط الدخل عشان يحصل التوازن بتاع مين؟ بتاع المستهلك. تعالى طب نشوف كده. مش انا قلت لك ادي مثلا خط الدخل، ده خط الدخل بتاعي، خط الدخل. خلاص، منحنى السواء بتاعي لازم بيبقى عامل ايه؟ عامل كده. ادي منحنى السواء بتاعي. النقطه دي بقى حضرتك، النقطه دي كده نقطه التماس ما بين خط الدخل ومنحنى السواء، هي دي نقطه توازن المستهلك. دي نقطه توازن المستهلك، النقطه اللي حصل فيها التماس ما بين خط الدخل وما بين ايه؟ منحنى السواء. خلاص، يبقى هنا يجي يقول لك توازن المستهلك يحدث عندما يكون منحنى السواء اعلى من خط الدخل. لا طبعا غلط، ما ينفعش. لان معنى ان هو اعلى من خط الدخل ان انا دلوقتي بجيب حاجات اعلى من مرتبي، اعلى من الفلوس اللي معايا، يعني بجيب حاجات بالدين. يبقى الكلام ده ما بيحصلش طبعا، هنا توازن اكيد. يبقى انا كده في الحاله دي بره التوازن تماما. خلاص، اذا كانت مرونه عرض السلع بتساوي نص فان عرض السلع يكون غير مرن. الكلام ده صح، ولسه طبعا كنا شارحين في اول الفيديو اللي هي المرونات كلها. خلاص، اذا كانت مرونه الطلب السعريه بتساوي 1 فهذا يدل على ان الطلب متكافئ المرونه. طبعا مظبوط، لانه طبعا بيساوي ايه؟ متكافئ المرونه. رسم لك شكل كده، الشكل اللي هو رسمه لك، رسم لك شكل وليكن مثلا كده اللي هو منحنى الطلب، ورسم لك منحنى الطلب الجديد اللي هو منتقل الى اعلى. خلاص، ده طه واحد، ده او ده طه واحد. خلاص، منحنى الطلب ومنحنى الطلب اللي انتقل ايه؟ الى اعلى. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الشكل التالي يوضح ثبات سعر السلع مع زياده الكميه المطلوبه. طبعا الكلام ده مظبوط، وقلت لك بنوصل للحاله دي امتى؟ لما بيكون سعر السلعه ثابت والكميه اللي انا بشتريها هزودها. طب انا هزود الكميه ليه مع ان السعر ثابت؟ لان انا دخلي زاد، مرتبي زاد، فبالتالي منحنى الطلب كله هيتنقل ايه؟ فين؟ هيتنقل لاعلى عشان تزيد الكميه اللي ايه؟ اللي انا بشتريها عند نفس السعر، عند نفس ايه؟ السعر. خلاص، دي المذكره اللي كانت معاك اللي احنا حليناها ايه؟ مع بعض. هنضيف عليها مجموعه اسئله كده مع بعضينا ان شاء الله دلوقتي، عشان خاطر برضو دي من ضمن الاسئله ايه؟ المهمه، او فيها يعني شيء من الاهميه زياده شويه. نبدا نكتب مع بعض، او تشوف مثلا هتبدا من خصائص يعني من الشروط الأساسية لكي يكون الطلب فعلي. من الشروط الأساسية لكي يكون الطلب فعلي هو إيه؟ 1 ألف القدرة على الشراء، ب الرغبة في الشراء، ج سعر السلعة، د ألف وب معا. طبعا الاختيار السليم بتاعي اللي هو ألف وب معا، اللي أنا افتكر كويس قوي لما أنا قلت لك إن الطلب عشان يكون طلب فعلي لازم يكون رغبة، عندي رغبة في الشراء وعندي قدرة على الشراء. لو أنا عندي رغبة بس إن أنا أشتري تيشيرت أو أشتري بلوزة بس معيش فلوسه، يبقى في الحاله دي مش هيبقى فيه طلب، مش هروح اشتريه، مش هروح اجيبه من المحل بتاعه كويس. او لو انا معايا الفلوس بس انا ما عنديش رغبه ان انا اشتري تيشيرت دلوقتي، فبالتالي برده مش هروح اجيبه من مكانه. طالما ما رحتش جبته من مكانه يبقى خلاص ما اتحققش الطلب الفعلي. طب عشان يتحقق الطلب الفعلي يبقى لازم يكون عندي ايه؟ عندي رغبه وعندي قدره، عندي رغبه وعندي قدره. خلاص، من العوامل المؤثره على الكميه المطلوبه. السؤال اللي بعده، من العوامل المؤثره على الكميه المطلوبه: ألف دخل المستهلك، ب توقعات المستهلك، ج ذوق المستهلك، د جميع ما سبق. طبعا هاخد د اللي هو ايه؟ اللي هو جميع ما سبق.
ده لا ده خلاص ايه، توازن المستهلك. توازن المستهلك عند استهلاك اكتر من سلعه يكون ضروري توافر شروط. الشروط دي منها ايه؟ اول حاجه، اول شرط مكتوب عندك اللي هو رقم الف. الف ده هيبقى مكتوب عندك ايه؟ هيكون مكتوب عندك اللي انا كنت لسه كاتبه لك من شويه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اول حاجه الف المنفعه الحديه للسلعه الاولى على سعر السلعه الاولى بتساوي المنفعه الحديه ميم ح دي يا جماعه يعني منفعه حديه ماشي للسلعه الثانيه على سعر السلعه الثانيه. خلاص. رقم ب توافر الرغبه في الشراء. رقم ج توافر القدرة على الشراء. انا السؤال ده بس بالذات بكتب لك التفاصيل بتاعته على السبوره ليه؟ عشان بس ايه لو جيت امليك اول جزئيه دي حضرتك هتتوه فيها. د جميع ما سبق. طبعا الاختيار بتاعي هيكون ايه؟ الاختيار بتاعي هيكون الف. التوازن بتاع المستهلك هيتم امتى؟ لما يكون المنفعه الحديه للسلعه الاولى على سعر السلعه الاولى بيساوي المنفعه الحديه للسلعه الثانيه على سعر ايه؟ السلعه الثانيه. خلاص؟ ده الاجابه بتاعتي السليمه. من اعم واشمل مفاهيم علم الاقتصاد العالم مفهوم العالم روبنز ولا سميث ولا الفريد مارشال ولا كينز؟ طبعا اعم مفهوم لعلم الاقتصاد كان لمين؟ لروبنز. روبنز هو اللي قال لي ايه التعريف الشامل بتاع علم الايه؟ الاقتصاد. ماشي؟ بعد كده خلي بالك ان ضروري جدا ان انا هجيب لك مساله. المساله دي اللي احنا حليناها مع بعض اللي هي فيها طبعا كاف 2 ناقص كاف 1 على س 2 ناقص س 1 في س 1 على كاف 1. خلاص؟ ده شيء طبيعي ولازم هتلاقيها في الامتحان باختلاف طبعا الارقام اللي انا حليتها ايه معاك. خلاص؟ السؤال الثاني بص صح وغلط، نغير بقى شويه ناخد اسئله صح وغلط. يعتبر الربح الحافز الاساسي في النظام الاشتراكي؟ طبعا غلط. النظام الاشتراكي ما بيقومش على نظام الربح او ما بيقومش على الارباح. ليه؟ لان انا دلوقتي انا شغاله عند الدوله فبالتالي ليه مرتب باخده اخر كل شهر، ماليش دعوه بقى كسبت خسرت، انا ماليش دعوه بالموضوع ده كله، فبالتالي ما فيش حافز ربح لدى البني ادمين هناك. خلاص؟ يبقى النظام الاشتراكي ما فيش فيه حافز ربح. يبقى الكلام ده ايه؟ يعتبر الربح حافز اساسي في النظام الاشتراكي؟ لا غلط. تنقسم الموارد الموجوده في اي مجتمع لموارد اقتصاديه وموارد غير اقتصاديه؟ طبعا الاجابه صح. اي مجتمع عندي فيه موارد الموارد بتاعته يا اما اقتصاديه يا اما غير اقتصاديه. علم الاقتصاد يعتبر علم حديث النشأة؟ طبعا الإجابة غلط، لأن علم الاقتصاد قلت لك من يوم ما بدأ الله الخلق وفي كل واحد بيفكر تفكير اقتصادي ولكن من دون أن يشعر إن هو كده بيشتغل اقتصاديا أو بيفكر إيه؟ بيفكر اقتصاديا. يبقى علم الاقتصاد علم غير حديث النشأة، علم من قديم جدا. خلاص؟ يبقى لما يقول لك علم الاقتصاد علم حديث النشأة حضرتك على طول هتكتب له إيه؟ هتكتب له غلط. من الممكن أن تأخذ المنفعة الحدية قيم سالبة، صح ولا غلط؟ طبعا صح. المنفعه الحديه زي ما احنا قلنا ان هي بتوصل لنقطه معينه اللي هي الصفر، وبعد كده بعد الصفر بتبدا تاخد قيم ايه؟ قيم سالبه، قيم بالسالب. من الاهميه العلميه لمرونه الطلب السعريه انها تساهم في رسم السياسات الضريبيه؟ طبعا صح. خلي بالك ان من اهميه المرونه انها بتساعد الدوله على انها ترسم السياسات الضريبيه. يعني انا لما اجي احط ضرايب هحطها على السلع ايه؟ السلع اللي الناس دايما بتبقى محتاجه لها ودايما بتروح تشتريها. لان لما افرض عليها ضرايب فبالتالي انا متاكده كدوله ان انا هجمع حصيله ضريبيه كبيره. خلاص؟ يبقى اما يجي يقول لي سؤال من الاهميه العلميه لمرونه الطلب السعريه انها تساهم في رسم السياسات الضريبيه هقوم كاتب له ايه؟ كاتب له صح. إذا توقع المستهلك ارتفاع سعر السلعة مستقبلا يقل طلبه عليها في الوقت الحاضر. طبعا كلام غير منطقي، انت حتى من غير دراسه من غير اي حاجه خالص انت دلوقتي عارف ان سعر الرز هيزيد مستقبلا. حضرتك ابسط حاجه هتعملها تعمل ايه؟ هتقوم نازل شاري 10 20 كيلو وتقوم مخزنهم عندك في البيت. يبقى طلبك عليه هيقل في الوقت الحالي؟ لا طبعا مش هيقل، هيزيد. خلاص؟ يبقى الاجابه بتاعت السؤال ده ايه؟ تعتبر غلط. لا يختلف منحنى امكانيه الانتاج من مجتمع لاخر؟ طبعا غلط، لان منحنى امكانيه الانتاج زي ما قلت لك بيختلف من مجتمع لاخر.
السلع المكملة هي السلع التي يمكن أن تحل محل بعضها. خد بالك أنا كاتبه لك السلع إيه؟ المكملة، وفي الآخر بقول لك اللي هي تحل محل بعضها، يبقى ده طبعا غلط. السلع المكملة هي بتكمل بعضها لكن ما تحلش محل بعضها. أمال إيه السلع اللي بتحل محل بعضها؟ السلع البديلة. البديلة هي اللي بتحل محل بعضها. ليس هناك أهمية لقياس مرونات الطلب والعرض، طبعا غلط، لا، لأن في أهمية طبعا لقياس مرونة الطلب والعرض. خلاص كده يا جماعه، ده اجزاء كده من الحاجات المهمه اللي احنا عايزينها، اللي ان شاء الله لازم تركزوا عليها كويس جدا جدا وتذاكروها وتحفظوها كويس جدا زي اسمكم، وان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق باذن الله، واشوفكم في سنه ثانيه باذن الله. سلام.